هي الوصفة اللي رح تخليكم تفتحوا مطعم دجاج على الحجر منهنه دايب بدوب على القلب قبل التم بتتبيلة خفيفة لطيفة ومع رز مفلفل بالزعفران. وصفة غير كل وصفاتي. دايب، هذا أطيب دجاج أكله بحياتي. لتتبيلة الدجاج خل، ليمون، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، بابريكا، بهارات مشكلة وبودرة الزعفران وبودرة مرق الدجاج. خلطهم كتير منيح. ناخد دجاجتين مغسولين ومنظفين. وطبعا أنا قصيت الظهر للدجاج لحتى أفتحهم على الحجر بطريقة كتير حلوة. غلفتهم بالتتبيل كتير منيح ويفضل تتركوهم 4 ساعات قبل ما تحطوه. ناخد الزلط، هدول الزلط أنا بقيمهم من على النهر وبغسلهم وبنظفهم وبستخدمهم. طبعا بحط على صينية ورق فول عشان ما اوسخها. بعدين حطيت الزلط وحطيت عليها الدجاج. رح ادخلهم على الفرن على حرارة 180 على الشبكة اللي بنص. بياخدوا معاي تقريبا ساعة ونص وبيطلعوا بشهوا القلب. هلا احضر الرز. حطيت 3-4 معالق من السمنة، معلقتين من الزيت، وحطيت أرز تايجر البسمتي المغسول والمنقوع اللي بيتفلفل بطريقة كتير حلوة، تقريبا 4 أكواب. حطيت بس ملح وبهارات خشنة. قلبت الرز كتير منيح. حطيت المي وتركته ليستوي 15 ل 16 دقيقة. بعد هيك حطيت ماء الزهر مع الزعفران ورجعت غطيته 5 دقايق. يا ويلي شو قلكم عن الرز تايجر البسمتي، بيجنن. طلعوا ما أحلى الحبة. وهيك قدمته الرز مع الدجاجات. منظرهم بياخد العقل، خرافيين وطعمها كتير كتير طيب.